السلام عليكم. وعند الله تتجمع الخصوم. مات احمد رفعت بفعل فاعل. المفروض كده ان احمد شوبير ارتحت. المفروض ان احمد دياب المسؤول عن رابطه الانديه في مصر ارتحت بعد ما عملته ده. ارتحتوا بعد ما عملتوا السبوبه. احمد شوبير طلع علينا من فتره واتهم احمد رفعت انه بيتعاطى منشطات. بعد فتره اكتشفنا ان احمد رفعت كان مسجون بسبب ان كان عليه تجنيد. طب مين زور له؟ ده تزوير. المفروض ان المسؤول عن ده يتحاكم. مين اللي زور له الاوراق وطلعه من مصر ووداه الامارات وهو عليه جيش وعليه تجنيد؟ احمد دياب. مسؤولين في الشباب والرياضه، ووزير الشباب والرياضه اشرف صبحي المفروض اللي يطلع كل يوم مع الرئيس وبيتكرم. والمفروض اللي احنا عاملينه ضجه في مصر ان اشرف صبحي هو شخصيه مثاليه لنا كلنا، انما هو في حقيقه الوضع هو خاين. احمد دياب هو خاين، وكم عدد من المسؤولين في مصر هم خاينه. المفروض هم يتحاسبوا على كل حاجه بتحصل. على فكره مش احمد رفعت بس اللي بيتعرض للظلم، ده احمد رفعت ومئات الالاف من الناس بتتعرض للظلم ومحدش يقدر يتكلم. كم عدد من اعضاء مجلس الشعب بيستغلوا سلطتهم ضد الناس وضد الشعب. مش احمد دياب بس، مئات المسؤولين زي احمد دياب بيستخدموا سلطتهم ضد الناس وقوتهم ضد الناس. وناس كتيره جدا بتتظلم، محدش بيعرف حاجه. ليه؟ عشان محدش بيقدر يتكلم. ان كل اللي بيتكلم بتاخدوه تسجنوه. ليه؟ انت خاين. حقيقه الامر هو الخاين المسؤول اللي بيخون شعبه، بيخون وطنه، بيخون شغله، وبيخون ضميره. هو ده اللي خاين. لما طلعت من فتره قلت ان في مسؤولين في مصر خاينه، ناس كتير قالت لي ازاي خاينه؟ انا ما بتهمكش، انا بقول لك الحقيقه. انا لما اقول لك انت خاين وانت معيشني في جنه، المفروض ان انت تحاسبني، انما انت مش معيشني في جنه. كم طالب بيجيب نتيجه كويسه وبيتعرض لظلم بسبب الواسطه؟ كم انسان مصري بيتعرض للظلم بسبب المسؤولين وسبب قوتهم بسبب الواسطه؟ كتير جدا، صح؟ انما احمد رفعت هو اتظلم واتقهر، وكتير جدا من الشعب المصري بيتقهر بسبب الواسطه وبسبب عدم المساواه ما بين الناس، وعدد من المسؤولين اللي بيستخدموا سلطتهم ضد الشعب. هل في حد هيحاكمهم؟ هل في حد هيحاسبهم؟ هيعدي موضوع احمد رفعت بالمناسبه والترند اللي طالع ده هيعدي والله يرحمه خلاص، واهله هم اللي هيفضلوا دايما زعلانين عليه، انما الناس خلاص هتنسى الموضوع وهيتكرر نفس الموضوع تاني غير احمد رفعت وناس كتيره جدا، عشان في مسؤولين خاينه. كل مسؤول مش بيراعي ربنا في شغله المفروض ان هو خاين ويتحاسب على خيانته اللي بيعملها في الشعب. غير احمد شوبير ولا احمد دياب، محدش قادر من امبارح لحد النهارده قادر يطلع ينطق ويقول احمد دياب خاين، او احمد دياب هو المتسبب في موت احمد رفعت، او المسؤولين، او وزير الشباب والرياضه، او محدش قادر يطلع يتكلم عن الناس دي. يعني الناس دي خط احمر، محدش ينفع يتكلم عليها، واللي يتكلم عليها يتاخد ويتسجن. ان هم عندهم مسؤولين اكبر منهم حامينهم واقفين وراهم عشان خاطر السبوبه اللي بيعملوها مع بعض. بس في الاخر اللي مش هيعرف يجيب حقه في الدنيا هيجيبه في الاخره، وساعتها محدش يعرف يدافع عن حد. بس المفروض ان انت يا احمد يا شوبير واحمد يا دياب والمسؤولين على الكوره في مصر، المفروض انتوا تتحاكموا محاكمه عسكريه ان انتوا اللي سببتوا في وفاه احمد رفعت. السلام عليكم، اشوفكم على خير.